طبعا انت صاحي من النوم لقيت خبر في وشك القبض على رمضان صبحي في مطار القاهرة. ليه يا باشا؟ عشان مش عايز يتعلم وجاية في وقته، وقت ثانوية عامة، وان الموضوع بقى مقرر قبل كده. في لعيبة بتنفد وفي لعيبة بتلبس. لعيب بيقرر ان هو يدخل واحد صاحبه مكانه الامتحان لان هو بقى مشغول بالمعسكرات ولعب الكوره. حصلت مع مصطفى محمد قبل كده ودلوقتي مع رمضان صبحي. هتقول لي ايه المشكله يعني؟ ما محمد صلاح هو 53%. ما بصيتش بقى ليه على اكرامي اللي هو رمضان صبحي واخد اخته وقاعدين في بيت واحد، يعتبر جايب 98 في الثانويه العامه. مش بس كده، ده جايب 4 سنين امتياز في اقتصاد وعلوم سياسيه. ممكن تحس بفرق العقليه لما الاتنين بيتكلموا، لان بقى فكره كره القدم حولت ان الرياضه بتخدم على الحياه، بقت العكس، الحياه اللي بتخدم على كره القدم. بمعنى ان انت بتاخد الرياضه عشان حياتك تنصلح تعليميا بقى واجتماعيا واخلاقيا وحاجات كتير كده. ممكن تشوفه في الالعاب الفرديه، يعني معظم اللاعبين واللاعبات في الالعاب الفرديه هتلاقيهم مثلا دكاتره ومهندسين اللي هم بيعملوا مجهود اكتر من لعيبه الكوره، بيروحوا الاولمبياد وبياخدوا ميداليه. حد مثلا زي لعيبه الكاراتيه في ريال اشرف، دي بقى دكتوره صيدلانيه، وده مثال في منه كتير. وده اللي خلى كابتن بنما توريس يتبنى فكره كده شغاله لحد النهارده، وهي ان التعليم اهم من كره القدم. فتح اكاديميه بيلم فيها كل المواهب اللي بتحب كره القدم، ولكن قصاد دوت لازم يتعلموا ويوصلوا لمراحل متقدمه في التعليم، لان امريكا الجنوبيه، البرازيل وبنما والدول ديت بتحس باهميه التعليم عند اللعيبه بعد ما بيخلصوا. بيحس ان هو قدام الكوره كان لازم يتعلم. انت بقى ما تركزليش على الكوره وتاخدها هي نمط الحياه بتاعك. ممكن لا قدر الله يجيلك اصابه تركن على جنب.